ايوه يا عم الشيخ. قولي يا عم الشيخه. انا متجوزه بقالي 24 سنه. متجوزه بقالك 24 سنه. ايوه، ودلوقتي غضبانه عند والدتي. اغضبي كمان شويه، اغضبي، خلي ربنا يغضب عليكي. اولا ما فيش في الاسلام حد يغضب عند ابوه او عند امه. مبدا الغضب ده عندنا مش موجود ولو الشرعي ابدا. كل حاجه تيجي في البيت، كل صلح يجي في البيت، كل غضب يجي في البيت، مش عند امه ولا عند امها. يعني يبقوا زعلانين مع بعض على السرير، يمكن واحد يخبط التاني كوع، او يقول للتاني بس بالراحه عليه نهار اسود، او يقول للتاني نكته، او حاجه كده تحصل كده، حتى لما تتطلق تفضل في البيت لغايه لما تخلص العده. انا ما اعرفش بتفروا عند ابوكم وامكم تهببوا ايه، انا ما اعرفش دي. اهي دي برضه معششه في الدماغ اهي، 24 سنه وراح تغضب، 24 سنه جواز وراح تغضب. النونه راح تغضب. غضبت ليه؟ يا عم الشيخ مش الله لا اله الا الله. قولي غضبت ليه بعد 24 سنه جواز؟ معلش، على فكره الناس بتتحايل عليه عشان يوديني وهو اللي مش راضي. هو مش عايزك. بقاله 24 سنه معايا 3 بنات. ايه اللي خلاك كده؟ ايه اللي خلاك؟ بس استني يا ام آية، هو قال لك روحي عند امك ولا انت اللي روحتي يا ام آية؟ لا، هو اللي كرشني. هو اللي كرشك بالظبط كده. كرشك ليه يا ام آية؟ من كتر مشاكله وبيشتمني شتيمه يعني وحشه. انا بعت له ورث واديته له. انت